في ليالي موسكو التي يتجمد فيها حتى النفس، كان الصمت هو سيد الموقف. قصتنا عن أمين، شاب جزائري يدرس في روسيا، اختار عملاً شاقاً في توصيل الطلبات ليعيل نفسه. كان يعشق دراجته الكهربائية، فهي رفيقته الوحيدة في شوارع الغربة المظلمة. العادة جرت أن تتوقف الطلبات تماماً عند منتصف الليل، ليعود أمين إلى غرفته الدافئة. لكن في تلك الليلة اهتز هاتفه بإشعار غريب. الساعة تجاوزت 1 صباحاً، طلبية خاصة جداً لمسافة بعيدة وبسعر يسيل له اللعاب، سعر كان كافياً ليعميه عن الخطر القادم. كانت المسافة تتطلب طاقة لا تملكها دراجته، فاستعار بطارية صديقه وانطلق. عند نقطة الاستلام لم يجد مطعماً أو متجراً، بل وجد زاوية شارع مظلمة تقف فيها عجوز روسية، ملامحها قاسية كصقيع سيبيريا. مدت يدها بطرد مغلف بعناية، كانت يداها باردتين كالثلج عندما لمست يد أمين. نظرت في عينيه مباشرة وقالت بصوت أجش يشبه فحيح الأفعى: هذه أمانة، حياتك مقابل سلامتها، إياك أن تخدشها. أخذ أمين الطرد وشعر بقشعريرة تسري في عموده الفقري، لكنه تجاهل حدسه وانطلق. كلما ابتعد عن المدينة زادت الوحشة. الطريق تحول إلى وحر والأضواء اختفت. وصل أخيراً إلى العنوان: قرية مهجورة، بيوتها خشبية متهالكة ونوافذها سوداء كعيون الموتى. المطر بدأ ينهمر بغزارة، وصوت الرعد كان يزلزل المكان. وقف أمام البيت المقصود، بيت خشبي قديم يبدو وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. ترجل أمين، وقبل أن يرفع يده للطرق صرير مرعب خرق الصمت. الباب يفتح ببطء شديد من تلقاء نفسه. من خلف الظلام الدامس داخل البيت خرجت هي، نفس العجوز. كيف؟ لقد تركها خلفه في المدينة قبل نصف ساعة. كيف سبقت دراجته الكهربائية؟ تسمر أمين في مكانه، عقله يرفض التصديق وقلبه يقرع كالطبول. من شدة الهلع خذلته أعصابه، فانفلت الطرد من بين يديه وارتطم بالأرض. تحطم. في تلك الثانية تحول وجه العجوز، لم تعد بشراً. اتسعت عيناها بشكل مرعب، وصرخت صرخة ليست من هذا العالم، صرخة جعلت أمين يفقد وعيه فوراً. استيقظ أمين والصباح قد طلع. وجد نفسه ملقاً على الأرض بجانب دراجته. تفحص هاتفه، التطبيق يقول: الطلبة وصلت بنجاح. فتح صندوق الدراجة الخلفي بيدي مرتجفتين، وجد الطرد المحطم هناك. كيف عاد؟ ومن وضعه؟ أغلق الصندوق وركب دراجته هارباً لا ينظر خلفه. عاد للسكن، استحم بماء ساخن ليغسل الرعب، وحكى لصديقه ما حدث. صديقه ضحك وقال: أنت مرهق يا صاحبي، هذا كابوس. لكن الكابوس لم ينتهي هنا. بعد أيام وصل إشعار مشابه لصديقه، نفس السعر المغري. ذهب الصديق، استلم الطلب من فتاة شابة حسناء، لكنه أوصلها لنفس القرية الملعونة. ومن استقبلها؟ العجوز نفسها. بدأت الأمور تخرج عن السيطرة. طرد الشابان من سكنهما، واضطرا لاستئجار غرفة في هوستل رخيص جدا وجداه بالصدفة. عندما دخلا المبنى كانت الصدمة. هذا الهوستل يقع تماما في النقطة التي استلم منها الصديق الطلبية. وفي الاستقبال جلست العجوز بابتسامة خبيثة. صديق أمين تذكرها وتجمد. أمين لم يتذكرها لأن وجهها كان طبيعيا هذه المرة. صعدا للغرفة وهما يرتجفان، وفجأة انقطعت الكهرباء والإنترنت، وأغلق باب الغرفة بقوة.
وسط الظلام أخرج أمين مصحفه. كان يعلم أن ما يواجهانه ليس بشراً. بدأ يقرأ آيات القرآن بصوت متهدج. فجأة طرق عنيف على الباب كاد يخلعه. ظن أمين أنه صديقه الذي كان في الحمام. فتح الباب فوجدها أمامه، لكنها لم تكن طبيعية. جسدها كان ملتوياً، عظامها تصدر أصواتاً تكسر، فكها السفلي مخلوع ويتدلى بشكل بشع، ويداها مكسورتان بزوايا مستحيلة. قالت بصوت مخنوق ومرعب: توقف عن القراءة أو أعد لي ما كسرته. ورفعت في وجهه الكيس الذي حطمه أمين. دخل صديق أمين الغرفة ورأى المنظر. اختفت العجوز في الظلال. أمين دخل في نوبة بكاء هستيرية، يصرخ: إنها هي، والكيس نفسه. أدرك الصديق أن النهاية تقترب. أمسك المصحف وبدأ يقرأ بصوت عال على رأس أمين. عاد الطرق أسرع وأقوى. فتح الصديق الباب فوجد العجوز واقفة، لكن هذه المرة كانت تضحك ضحكة باردة ميتة. قالت بهدوء مرعب: أمامكما دقيقتان، إما الخروج أو البقاء معي للأبد. لم ينتظرا لارتداء أحذيتهما حتى. جمعا جوازات السفر والمحافظ وهربا حفاة في الثلج نحو أقرب مركز شرطة. في قسم الشرطة رووا القصة كاملة والدموع في أعينهم. تحركت دورية للمكان، لكن ما وجدوه كان الصدمة الكبرى. العنوان غير موجود في الخرائط، والمبنى الذي كان هوستل هو مجرد أرض خالية مليئة بالحشائش والركام. لا يوجد بناء أصلاً. لم يجدوا العجوز ولا البيت ولا أي أثر. أمين وصديقه توقفا عن العمل ليلاً للأبد. لكن حتى اليوم كلما رن جرس هاتف بعد منتصف الليل يقفز قلب أمين من مكانه خوفاً من أن تكون هي.